السلام عليكم. مهم جدا لاي حد بيدرب تمثيل لما تيجي تعمل اي تمرين للممثل اللي معاك تفهمه الاول اهميه التمرين ده ايه. ما تخلوش كده شغال وخلاص، لا، عرفه ان التمرين ده بيفيد لواحد اتنين تلاته اربعه وهكذا. وانت كمان لو بتتدرب مع حد مش بيفهمك، قبل ما تعمل التمرين قول له طب ده فايدته ايه، عشان تبقى مركز وفاهم وواعي اللي انت بتعمله قبل ما تعمله، عشان تبقى عارف انت هتطور ايه من قدراتك في المكان ده او من التدريب ده. مهم جدا لو انت مدرب تعرف الاول ايه فايده التمرين ده، ولو انت بتتدرب والمدرب ما قالكش انت تقول له ايه فايده التمرين ده. وتاني حاجه لما تشتغل مع مدرب تشتغل مع مدرب واعي فاهم مثقف، عارف هو بيعمل ايه، مش بينحت وخلاص. عشان خاطر في نحاتين كتير وفي نصابين كتير ما شاء الله، يعني ربنا يبعدهم عننا. عشان خاطر كتروا جدا، فلازم تسأل عليه الاول، تعرف هو مدرب مين، طلع مين، طب هو عامل ايه في حياته، طب هو هيطور مني ولا مش هيطور مني، وهكذا. وتالت حاجه لو دخلت مع مدرب وطلع المدرب ده يعني مش كويس، اسحب نفسك على طول، ما تكملش معاه. عشان خاطر كل ما بتكمل معاه كل ما انت بتتعلم غلط، فمخك بياخد معلومات غلط وبتتعلم وبتفضل تشوف ان ده الصح وهو ده غلط، فابعد منه على طول. واسال عشان تبعد عن كل ده، اسال في الاول عنه، تاكد ان انت رايح لحد مثقف وهيدربك، يعني هيطور منك، ده مهم جدا. وبس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.